السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم مع وصفة حلوى قديمة. هي حلوى بجوز الهند، كريات الصابلي طرية جدا وتذوب في الفم. هي في الأصل هذه الحلوى تترمد في السكر الأحرش، ولكن أنا غيرت فيها وحطيتها في نواة كوكو أو جوز الهند، أفضل من السكر. عندي 125 جرام. بالنسبة للمقادير عندي 125 جرام مارغرين، عندي كيس خميرة الحلوى، 2 حبات بيض، عندي عطر الفانيليا، نص كاس سكر ونص كاس زيت، وعندي الفرينة باش نطم بها العجينة، وعندي نص كاس مايزينا. بالنسبة لطريقة التحضير، نأخذ هنايا 125 تعود مارغرين تعود طرية، 125 جرام في صحن يكون كبير كما راكم تشوفوا، صحن يكون عميق. ناخذ هنا 125 جرام مارغرين، نضيف لها نص كاس تاع سكر احرش اللي هي نص كاس، وعندي هنايا 2 حبات بيض كاملين، وعندي هنايا رشتين تاع ملح، 2 رشات تاع ملح، وعندي هنايا مغرف كبير تاع عطر الفانيليا. عطر الفانيليا مغرف كبيرة. كما راكم تشوفون نجمع جميع المقادير في صحن كعود كبير، ونخلط باليد كما راكم تشوفوا. نخلط مليح المكونات حتى يذوب السكر. هنايا نخلط مليح حتى يختفي السكر، نحسوا فيه بدينا كي نعودو نخلطوا باليد، نحسوا بالسكر باللي ذاب. لازم يذوب السكر نهائيا. هنا اللي تحب تخلط بالخلاط الكهربائي كما تحبوا، ولكن انا نحب نستعمل يدي في الطبخ. نخلط هنايا السكر حتى يذوب تماما. لازم السكر هذاك يذوب تماما باش الحلوى تاعنا تجي طريه وما تجيش يابسه. لازم السكر يذوب تماما. عندي هنا عطر الفانيليا، انتم حطوا تقدروا تحطوا مغرف كبيره تاع الاكل، ملعقه كبيره تاع الاكل تاع فانيليا سائله او بودر، ولكن السائله العطر تاعها يكون اقوى من الاخرى. ونخلط بالكف تاع اليد كما راكم تشوفوا حتى تختفي حبيبات السكر، ويصبح الخليط ناعم جدا. هنايا بعد ما تخلطت مليح المكونات وذاب السكر ذاب لي، نضيف نص كاس تاع زيت، نصب الزيت بشويه ونخلط. نص كاس تاع زيت نخلط، نزيد نخلط مليح مليح، نخلط جيدا الزيت حتى يدخل المكونات مع بعض. الحلوى هذه سهله وطريه جدا وبنينه، العجينه تاعها طريه جدا كما راكم تشوفون. نتحصل على الخليط كما راكم تشوفوا حتى تختفي جميع المكونات، ويصبح السائل تاعنا هنا يصبح ناعم. الخليط يصبح ناعم كما راكم تشوفوا القوام تاعو. ونخلط بالكف تاع اليدي، نحط الكف تاع يدي ونحك جيدا حتى تندمج المكونات مع بعض مليح كما راكم تشوفوا. الخليط يصبح ناعم، يذوب السكر ويذوب الزبدة والزيت، يذوب المكونات تماما. ونحك بالكف تاع يدي كما راكم تشوفوا القوام تاعها. عندي هنايا نص كاس تاع نشا او مايزينا، كما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاه صار، اصبح ناعم جدا. السكر ضروري لازم يذوب السكر باش نحط النشا حتى يختفي السكر تماما. نحط نص كاس نشا، وعندي هنا كيس خميرة الحلوى اللي هي 10 جرام، 10 جرام خميرة الحلوى. نخلط، نزيد نخلط النشا مليح حتى يدخل في المكونات، ونبدا نشف. نحط الفرينه بشويه حتى نتحصل على العجينه تكون طريه. العجينه تكون طريه كما الصابلي
كما الصابل اللي نطبعوه المطبوع. نحط هنايا العجينه ما لازمش تكون طريه جدا جدا باش الحبه تاعنا ما تطيحش في الفرن. العجينه هنا تكون متماسكه وتكون طريه في نفس الوقت. ونبقى نحط في الفرينه بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه بهذا الشكل، تكون متماسكه كيما عجينه الصابلي. وهنايا ناخذ صينيه تاع فرن نرش عليها شويه فرينه، نرش عليها كميه من الطحين ونشكل كرات بهذا الشكل. هنايا ما نكبروش الحبات، ما يكونوش كبار لانه فيها الخميره. ونحط كريات شويه بعيد على بعض ونشكل كريات بهذا الشكل. هذا هو الملمس العجين كيفاش تكون العجينه طريه جدا. نشكل الكريات كما راكم تشوفوا حتى نكمل جميع الكميه. والصينيه تاع الفرن نرشها بالطحين. هنايا الفرن نسخنوه مسبقا يكون سخون. نحط الصينيه تاعنا في الرف العلوي، والرف العلوي نشعل عليها من الاسفل فقط ونطيبوها من تحت. والنار والصينيه تاعنا تكون في الرف العلوي ونطيبوها من الاسفل فقط. بعد ما نشوفوها طابت من تحت نزيدو نشعلو عليها من فوق، نحمروها كميه قليله فقط ونخرجوها. يعني هذه الحلوى لازم نطيبوها الا من الاسفل في الاول، لازم نطيبوها الا من الاسفل ومن بعد نشعلو عليها من فوق، ما نشعلوش من تحت ومن فوق مره واحده. بالنسبه للسائل اللي راح نشربوا فيه الحلوى تاعنا، عندي هنايا شراب الفراوله سيرو الفريز. تقدروا هنا ديروا شراب الرمان او سيرو تاع الفريز كما تحبوا. عندي عطر الفريز، وعندي نواة كوكو او جوز الهند. ناخذ هنا عندي صحن نحط فيه شراب تاع الفريز ونضيف له عطر الفراوله، نحطوا كميه قليله من عطر الفراوله فقط. هنا تقدروا تستغناو اللي ما عندهاش عطر الفراوله تستغنى عليها، ولكن العطور هذه راهي رخيصه، دير 10,000 القرعه، 10,000 القرعه تاع العطور هذه. نحطها على جنب. نخلط العطر الفريز مع الشراب الفريز، نخلطوهم مع بعض. وهذا هو الشكل تاع الحلوى تاعنا بعد ما طابت. نحمروها نطيبوها الا من الاسفل ونحطوا الصينيه تاعنا في الرف العلوي. من فوق لازم ما تكونش النار شاعله. نحطوا الصينيه تاعنا في الرف العلوي ونشعل النار من الاسفل فقط. هنا بعد ما طيبت الحلوى طابت كامل وبردت، نحطوها في الشراب. هنايا شراب الفريز ونرمدها في نواة كوكو. هنا الوقت هنا كي نحطوا الحبه تاعنا نحطوا الحبات في الشراب، نخليهم يطولوا شويه تقريبا 3 دقائق. نبقى نحرك في الحبه هكذاك، نحركوا فيها حتى تتشرب مليح مليح. نحط الحبات يتشربوا، نحط كميه من الحلوى، كميه من الكاطو، نحطها خليها تشرب مليح السائل. خليوها تقريبا مدة 3 دقائق حتى تشرب مليح مليح، ونرمدوها في نواة كوكو. هنايا كي نحط الحبات نحطوهم في الشراب هذا، نحط كمية كبيرة ونخليوها تتشرب مليح باش يجي بنين. هنا كل ما يشرب السائل هذاك الأحمر كل ما يشرب يجينا بنين، راح تجي حلوة هذه طرية جدا تذوب في الفم وبنينة وتخرج لكم كمية كبيرة.
خليو الحبة تاعنا تشرب مليح السائل، ومباشرة بعد ما نخرجوها نحطوها ديريكت مباشرة في نواه كوكو. لازم نخليوها تشرب مليح مليح. والحلوى هذه نطيبوها الا من الاسفل فقط، نحطو الصينيه تاعنا في الرف العلوي ونشعلوا عليها من تحت. اذا لقيتوها ما طابت لكمش من فوق زيدوا شعلوا عليها من فوق قليل، نشعل عليها كميه قليله فقط ونطفيها ونخرجها. حتى نكمل جميع الكميه. هذا هو الشكل تاعها النهائي. هنا اللي ما عندهاش عطر الفريز تقدر تستغنى عليه وتحط شراب الفريز فقط. وإنما عطر الفريز راح يزيدها في البنة. العطر الفريز راح يعطينا الرائحة تاع الفريز ويزيد يقوي هذاك الشراب تاع الفريز، يزيد يقوي في النكهة تاعو. النكهة تاع الشراب الفريز تزيد تقوى. هنا ضروري لازم الحبات نخليهم يطولوا شوية في الشراب سيرو باش كي نرمدوها بالجوز الهند، الجوز الهند يلصق من فوق. نبقى نرمد بهذا الشكل حتى نكمل، ونحط بالخمسة بالست حبات في الشراب ونخليهم يشربوا مليح. تجدون المقادير دائما في صندوق الوصف. وأي استفسار أو سؤال حطوه لي اكتبوا لي في التعليقات ونحن نرد عليك مباشرة. وما تنسونيش باللايك أسفل الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الحلوى هذه راهي زاكية وتخرج لكم كمية كبيرة، تصلح للفطور وللقهوة العشية. وهذا هو الشكل تاعها النهائي بعد ما كملتها. كما راكم تشوفوا طرية جدا تذوب في الفم. هذا هو الشكل تاعها النهائي، طرية جدا جدا بدون ملون. كما راكم تشوفوا حطينا مواد طبيعية، ما حطيناش ملون. بالنسبة لي انا ما نحبش هذاك الملون تاع الغبرة بودر، ما نحبش نحطه في الاكل تاعي. دائما نحاول على قد ما نقدر نحط مكونات تكون طبيعية مباشرة بلا ما نحط الملونات. وهذا هو الشكل تاعها النهائي. راح تعطيكم كمية كبيرة من القاطو. وهذا هو الشكل تاعها النهائي. حلوى رائعة جدا، بنينة ولذيذة جدا بمكونات بسيطة. كما راكم تشوفوا هنا اللون تاعها راه احمر بدون ملون بودر، ملون طبيعي ولذيذة جدا جدا. نتمنى تجربوها لانها رائعة جدا. كما راكم تشوفوا هذه الكمية اللي خرجت لي 125 غرام مع نص تاع الكاس تاع الزيت، عطاتني هذه الكمية. اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم باش تكبر القناة وتعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.